قال ذات مرة المدرب بيتكوفيتش بعد تغييبه لفارس شعيبي وكان في قمة عطائه مع فرانكفورت في البوندسليغا والدوري الأوروبي بأن مكان شعيبي مشغول بمواهب أحسن منه. ولكن المشكلة الحالية تتمثل في دعوة محتملة جدا ليوسف بلايلي في منصب ربما فقده سعيد بن رحمة كأساسي، ولكنه مشغول بلاعبين من الطراز الرفيع يلعبان في ناديين أقوى بكثير من فريق يوسف بلايلي. السؤال المطروح هو: هل معاودة دعوة يوسف بلايلي الذي سيحتفل في الأسبوع القادم بعيد ميلاده 33 ستكون لتسخين مقاعد الاحتياط، أم تفضيله على نجمين لهما أرقام رهيبة في دوريات أقوى بكثير من الدوري التونسي؟ حيث سجل عمورة 8 أهداف ربعها في مرمى بايرن ميونخ، وقدم 9 تمريرات حاسمة في البوندسليغا، كما سجل غويري لمارسيليا ثلاثية وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات فقط بمعدل عمل حاسم كل 61 دقيقة، وهي أرقام لم يبلغها يوسف بلايلي في الدوري التونسي المتوسط والذي يضم الكثير من الفرق الضعيفة التي لا يقاس اللاعب بها. وضع يوسف بلايلي في التشكيلة الأساسية سيربك غويري صاحب 25 سنة وعمورة صاحب 24 سنة، خاصة إذا استعان بيتكوفيتش ببغداد بونجاح كرأس حربة أو وضعه على اليمين، لأن اللاعب لن يصبر على أي تهميش محتمل بحجة الاعتماد على أصحاب الخبرة. كما أن ترك يوسف بلايلي على مقاعد الاحتياط هو مشكل لا يختلف عن مشكلة أوكجيدا الذي تم فك وحدته الاعتزالية وبعد قدومه ووضع على الهامش من دون استعماله. يوسف بلايلي لاعب جيد أمضى فترة ذهبية تحت إشراف الثنائي جمال بالماضي ومجيد بوقرة، فكان تأثيره واضح في هجوم الخضر في كأس إفريقيا في مصر وفي كأس العرب في قطر، ولكن اللاعب فقد استقرار أدائه وضيع على نفسه مجدا كرويا كبيرا. وتواجده في الترجي التونسي الذي يمر بفترة دون فتراته الزاهية هو نهاية للاعب موهوب رحال بين الأندية، ولكنه لم يلعب مع أي نادي كروي كبير. الجميع يعرف بأن أهم ما يعمل عليه المدرب بيتكوفيتش هو المشاركة في كأس العالم في صيف 2026، وهو الذي سبق له وأن دخل جنة كأس العالم مع منتخب سويسرا، وسيتجاوز حينها يوسف بلايلي سن 34، والمدرب يعول على رياض محرز كذلك الذي سيتجاوز 35 سنة، مما يعني أن اللاعب بخط هجوم متقدم في السن. لأجل ذلك قد يشركه في مباراتي بوتسوانا وموزمبيق، ولكن ليس للمواصلة معه، لأن كل التقارير تجمع على أننا سنجد غويري العام القادم في فريق أقوى من مارسيليا وعمورة في فريق أقوى من فولفسبورغ، وسيكون من الصعب تهميش اللاعبين أو تهميش أحدهما على الأقل. في الأخير ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تصلك أخبار الكرة أول بأول.